سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا باحوال طيبه يا ربي. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا كما كتشاهدوا الاخوات، لما ان شاء الله قررت غادي نشارك معكم بالسطيله ديال الحوت بالطريقه ديالي، راه كتجي ناجحه وكتجي لذيذه وبنينه وحاره كما كتشاهدوا. شنو اللي غادي نستعمل فيها؟ كما كتشاهدوا عندي هنايا جوج نواع اللي غادي ندير ديال الحوت. عندي هنايا الكالامار والكروفيت، عندي هنايا هاد الشعريه الصينيه راه كتجي حتى هي زوينه، كتجي البسطيله ديال الحوت. غادي نحتاج جوج باكيات منها كما كتشاهدوا. عندي هنايا هاد الحوتات هادو غادي الكروفيطات غادي نديرهم في التزيين، داكشي علاش جبتهم كبار. المهم هنايا نحتاج الزيتون مقطع، انا هنايا فزكتو في الماء باش ما يبقاش، حيت لحقاش كيجي مالح هوايه، درتو في الماء شويه تحيد منه ديك الملوحه. وهادو هما النوع اللي غادي نحتاج في البسطيله ديالي. هنايا البنات كما كتشاهدوا، هنايا شنو درت؟ ديجا رديت الماء سخن غلا مزيان ودرت فيه دوك القشور ديال الكروفيت. ها نتوما كما قلت لكم البنات، هنايا هادو القشور ديال الكروفيت كما كتشاهدوا. من بعد ما غلا الماء بزاف سخن درت فيه دوك القشور. ها نتوما هادوك القشور ما تلوحوهمش كاع، الا نقاهم لكم السيد جيبوهم معاكم، راه ديجا هو تيعطيهم لكم تجيبوهم معاكم باش كتجي شعريه. ها نتوما من بعد ما غادي يغلى الماء غنديروا عليه غيفجر واحد شويه صافي، وغادي نصفيوه ما نخليوش فيه هاد الجلود هادو، غادي نصفيوه ويبقى لينا الماء. من غيبقى لينا الماء غنزيدوا فيه هاد جوج باكي ديال الشعريه الصينيه باش كتبقى لينا ديك النسمه ديال الحوت، كتجينا فيه ديك النكهه ديال الحوت في البسطيله ديالنا. هانتوما راني كنزرب بالهضره باش ما يجيش الفيديو طويل. كما قلت لكم غادي نزيدهم. هذه هي الاولى، المهم هذه هي الاولى كتبداو بها. دابا غادي نصفيها وعاد غادي ندير شعريه في وسط منها. وغادي نصفيه صافي. من بعد ما شللت الكوكوط غادي نحيد هاد القشور صافي، وغادي نرجع الماء وغادي نخوي فيه هاد الشعريه هادي. لحق الشعريه كتشد الوقت ديروها هي الاولى، سلقوا هاد القشور هذا باش تخدموا على راحتكم، عاد تجيو تصايبوا الشرموله. غادي نضيف هاد الشعريه جوج صافي يا البنات. وغنخليها كاع الا جاتكم زيدوا طيبوا الماء وزيدوه عليها. ها انتم دابا غادي نخليها حتى تطلق على خاطرها ونكمل معكم ونجي دابا نصايبوا الشرموله. هنايا غادي نقطع هاد الكالامار وما نقطعوش رقيق بزاف باش ما يذوبش ليا ملي نبغي نعمر به كيبقى باين. المهم غادي نكملوا بنفس الطريقه باش ما نطولش عليكم، باش تعرفوا من الاول حتى الاخير بالنسبه للمبتدئين اللي ما عارفينش. المهم غنكمل كامل، غنقطعه وغنحطو حتى هو في جنب، وغادي نغسل عاوتاني هاد الكروفيت ونولي نحطهم في يتسقطروا في شي شبكه باش من نجي نخدم يجيوني ساهلين. هنايا البنات جيت دابا للشرموله ديالي، غادي نصايب الشرموله. عندي هاد الكميه هذه ديال القزبر كما قلت لكم، الكميه اي حاجه ديال الكميه كتمشي على حساب البسطيله اللي غادا ديري. دابا من بعد ما غسلت هنا عندي القزبر والمعدنوس غادي نغسلو مزيان، غسلتهم كما كتشاهدوا. غادي نطحنوه مزيان هو والثومه باش عاد نجيو نصايبوا
الشرموله اللي عليها كلشي، اللي كتجي بنينه ولذيذه، راه كلشي على ديك الشرموله اللي كتصايبي. دابا غادي نطحن، غندير قبيصه ديال الملحه، وغندير هاد الكميه هذه ديال القزبر، وغندير 7 ديال الريوس ديال الثومه يكونوا كبار. غادي نطحنهم باش غنجيو نصايبوا الشرموله ديالنا. هانتوما البنات، هنايا قطعت هذاك الكميه ديالي ديال القزبر، هنايا درت هاد الكميه هذه ديال الثومه، لحقاش الثومه هي كتجي هي اللي حتى هي كتعطي واحد اللذه زوينه. الثومه غديروا القياس، لحقاش انا غنديرها كبيره شويه، غندير عليها قبيصه ديال الملحه صافي. وغادي نطحن القزبر والثومه مزيان. بالنسبه للثومه حتى اللي عنده بودره يستعملها، حتى هي راه كتجي زوينه ولذيذه. هذه هي الخلطه ديالي البنات، هي هذه كما كتشاهدوا. زدت عليها واحد القليل من ربيع ديال الكاس هنايا باش تطحن ليا. بالنسبه اللي عندها الهاشوار تطحن لها واخا ما ديرش الماء. انا في هاد الطحانه هذه درت نص كاس ديال الماء، نص كاس كما كتشاهدوا. هي هذه ديال الثومه وشويه ديال الملحه والقزبر والمعدنوس. غادي نخوي هاد الخلطه هذه. غندير كما كتشاهدوا معلقه مع مراش ديال التحميره، وغندير راس معلقه ديال البزار كما كتشاهدوا، غير بهذا الحجم هذا. البزار ما تكثروش بزاف، والكمون حتى هو ما تكثروش لحقاش كيعطي الحروره، حتى هو غير بهذه الكميه هذه. وغادي نزيد كذلك الزعفران خرقوم حتى هو راس معلقه، وغنزيد سكينجبير حتى هو بهذه الكميه هذه. غنزيد القليل من الزعتر، غنزيد كنوره ديال الحوت. هانتوما البنات تكون ديال الحوت، حتى هي راه كتعطي واحد اللذه واحد البنه. وغادي نزيد راس معلقه ديال الهريسه، راس معلقه ديال الهريسه. هنا غادي نزيد هاد الحامضه هذه، حامضه مصيره، وغادي نتحيدوا لها العظم. وغنزيد معلقه كبيره ديال الحك ديال المطيشه، تكون ديال العيشه كما كتشاهدوا. وغنزيد القليل من الزيت البلديه صافي. وغنخلط هذا الخليط مزيان. ودابا البنات هذه هي الخلطه ديالي اللي غادي نشحر بها دابا داك الحوت، وغندير منها في الشعريه ونكمل معكم ان شاء الله. المهم هذه هي السر ديال هاد الخلطه هذه اللي كتجي بحال هكا، كتجي لذيذه وبنينه. هنايا البنات دابا جيت غادي نبدا نشحر هاد الحوت ديالي. غادي نضيف هاد الزبده هذه، حتى غادي تذوب. وغادي نضيف من هاد الخلطه هذه وغادي نزيد هاد الزوت، غادي نبدا نشحرو غوفيت. غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت
صافي. وغادي نبقى نشحرو حتى يبان ليا الصوطه مزيان. راه هذيك الريحه ديال الخلطه الاخوات راه كتعطي واحد البنه، واحد الريحه زوينه. صافي. وغادي نخلطو حتى يتشحر ليا مزيان، وعاد غادي نحيدو وندير الكروفيت، ندير الكالامار هكذا وحامر. من بعد ما تشحر صافي ما تخليوش يتشحر بزاف، بقاش باغي غادي يزيد يطيب. صافي. وغادي نخويه هنايا نديرو في هذه السقطه، وغنخلي المقله نيت، وغنزيد كذلك طريف ديال الزبده، وغنزيد من هذه الخلطه هذه معلقه كذلك كبيره، وشويه ديال الزيت. صافي. وغنزيد دابا الحوت، وغنشحرو. حتى هو يبان لكم غير ذهب شويه وصافي، كيبان لكم راه شد راسو. صافي. وكتنزلوه وكديروه يتسقطر. وهنايا البنات من بعد ما تشحر ليا الكالامار، شتي البنات هاد لاصوص هادي راه عرفتي كتذوقوها دابا باقي في المقله، راه واحد الريحه ما نقولش لكم، واحد البنه فن. صافي. دابا من بعد ما شحرته مزيان شحر، كيبان لكم راه حمر واحد شويه، كيبان لكم بحال هكا تعسل. صافي. غنطفي عليه حتى هو، غنخويه في الجانب، وعاد ندوزو للشعريه. وهنايا البنات دابا جيت للشعريه ديالي. من بعد ما شحرت الحوت غادي نقطعها، راه هذه زوينه، واخا تقطعيها بيديك بلا مقص بلا حتى شي حاجه، راه كتقطع هي اصلا ديجا كتبدا تهرمش. ودرتها قبيله باش تسقطر، باش ما يبقاش فيه الماء، صفيتها من داك الماء ديال القشور ديال الحوت. هنا غادي نقطعها على هاد التشكيله هذه، وغنزيد نفرتتها بيديا. غنزيد نفرتتها بيديا باش حتى هي غادي نشحرها بنفس الطريقه اللي درت الحوت. صافي يا البنات. دابا غادي نديها باش نشحرها. دابا غادي نزيد القليل من الزبده البنات ديروا ديال سنطرال، راه كتعطي واحد المذاق زوين. غنزيد كذلك واحد القطيره ديال الزيت، وغنزيد من هذه الخلطه هذه. انا ديجا غادي نديرها دابا كامل، هذه الخلطه غنديرها تقريبا كامل. هذه الخلطه البنات غادي نديرها كامل. صافي. حيت انا ما دايرش الحوت، دايره هذاك الحوت القياس اللي شاركت معاكم هو اللي دايره. بقات لي هاد لاصوص هذا، هاد الشرميله هذه راني غادي كامله نشحر فيها الشعريه. صافي. وغادي نخوي الشعريه. صافي. وغادي نخلط مع هاد لاصوص، نبقى ميلونجي هاد الخليط حتى يتجانس ليا وتتشحر هي شويه، وهي ديجا من كتسلق بداك القشور ديال الحوت راه كتعطي واحد المذاق سبحان الله زوين. النكهه ديال الحوت، الشعريه فيها النكهه ديال الحوت باقا ما تشرملات. صافي. غادي نخلطو مزيان.
تذوقوا التشرميله ديالكم. الا ناقصاكم شويه ديال الملحه ولا ناقصاكم شويه ديال الحرور بالنسبه بحال هكا تزيدي شويه ديال الزعتر، شويه ديال الزيت البلديه والهريسه. الملحه والحرور كيبقى حسب الذوق. ولكن راه هاد لاصوص راه ما نقولش لكم كيفاش جا الريحه ديالو كلمه. غادي نبقى معاها باش ما نطولش لكم حتى يتجانس ليا كامل ونرجع لكم. وغنزيد ليها البنات هاد لاصوص هذا راه تسقطر ليا من هذاك الحوت اللي كدرتو كيتصفى، تسقطر ليا منه. دابا غادي نبقى معاها حتى تنشف من البوطه غير شويه صافي، ما كاملاش 3 دقائق وغادي نطفي عليها. صافي يا البنات كما كتشاهدوا دابا غادي نطفي عليها. غادي نزيد عليها دابا هاد الزيتون مقطع، وغنزيد عليها دابا الحوت، صافي يا البنات. ودابا غادي نبقى نخلط حتى تجانس ليا وكيدخل فيها هذا الحوت هذا. راه جات مدغمره ما نقولش لكم، جات معطره وزوينه. وملي غادي نخلطها مزيان وغادي تجانس ليا غادي نديرها في واحد الشبكه صفايه ونخليها حتى تسقطر مزيان، عاد غادي نعمر بها الورقه ديالي. دابا البنات غادي نبدا نقاد البسطيله ديالي. انا غادي ندير وحده كبيره، غادي درت هاد الورق باش ملي نجي نهزها الطاوله ما تاكلنيش. غادي نديرها بسيطه صافي. وغادي نبدا ندير الورقه ديالي بسم الله. الورقه اللي درتها ندهنها بالزبده والزيت. ودابا غادي نشكل الحشوه ديالي وغنضيفها، نزيد غير وحده طرفه هنايا. هنايا البنات هذه غنديرها الوسط هكا، وندهنها حتى هي دهنوها بزاف بالزبده والزيت. وحتى الا بغاتكم ديك الشطيره البنات ممكن ديروها باش كتعطي ديك البنه ودهنوا بها هكا ولا ديك الصوجه. هنايا دابا البنات غادي نجيب هاد الحشوه ديالي وغادي نخويها. راها ناشفه وغادي نقادها دابا. من بعد ما قاديتها دابا غادي نبدا نرجع الورقه وندهن بالزبده. ضروري تكثروا الزبده. دابا من بعد ما جمعتها غادي ندهنها كامله بهاد الزبده والزيت. الحرشه الجهه الحرشه البنات ديروها من الفوق.
قادتها مزيان صافي البنات. ودابا غادي نجمعها، غادي نخشي هاد ديال السطيله من تحت داير بقليله. انا دايره غير داكشي علاش غادي نجمعها كامله من الجوانب. هو الشكل النهائي البنات. درت له هاد الورقه هذه من الفوق، تزين تيبقى اختياري صافي. ودهنوهم بالزبده والزيت والبيض والصفر ديال البيض صافي. ودابا غادي نخشيها في الفران. بنات غادي ندير شويه ديال الزيت، غادي نشحر هذوك الكروفيطات هادو اللي غادي نزين بهم ونشحرهم مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار صافي. غادي نبقى حتى كيبانوا ليا تشحروا هادو غير التزيين. صافي يا البنات كما كتشاهدوا انا قلت عليهم البوطه، خليتهم حتى تشحروا مزيان وكتخليهم يتقلاو لحقاش هادو كبارين شويه ضروري ما خصهم يطيبوا. صافي دابا غادي نطفي عليهم ونهزهم نديرهم في التفصيل حتى نزين بهم. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي كيفاش كتجي محمره. دابا غادي نحولها للطبسيل وعاد ندريسيها معاكم. هانتوما البنات كما كتشاهدوا درت لهم هاد الدريساج هذا، راه جات ما نقولش لكم كيفاش جات فنه، واحد الريحه كتشهي. درت له هنايا هاد الحامض ودرت عليه واحد شويه ديال الزعتر، وهنا درت هذوك الكروفيطات اللي كنت شحرت معاكم، ودرت له هاد التقرميشه هذه بالورقه ديال البسطيله. راه جات زوينه ومقرمشه. وبالصحه والراحه البنات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي وبصحتكم.